السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض وصفة حلوة قوي بكوبايتين دقيق بس وكوباية زبادي، او علبة زبادي زي ما انتم شايفين كده. جميلة قوي وشكلها هش كده وجميلة وخفيفة ولذيذة. ان شاء الله مكوناتها جميلة قوي، هقولها لكم برضو دلوقتي. بس قبل ما ابدأ الفيديو حابة اعرفكم ان هو هيكون تعاون بيني وبين قناة اسمها بيتي. قناتها جميلة قوي وخصوصا في الحلويات. هوريكم دلوقتي قناتها بتتكلم عن ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. انا ام يوسف يا بنات، صاحبة قناة بيتي. النهاردة عازمة دودة على الغدا عندي، وهي كمان عازمين على حلوة عندها. هتلاقوا لينك القناة في التعليق المثبت تحت الفيديو. هيكون ليا الشرف ان انتوا تزوروا قناتي وتنوروني. انا قناتي يا بنات بتقدم معجنات بطريقة مختلفة وحلويات بطريقة مختلفة. زي ما انتوا شايفين معايا كده بقدم حلويات بشكل جديد وبأقل الامكانيات. واتمنى تروحوا تشوفوا محتوى قناتي ان عجبكم، ما تنسوش تشتركوا فيها. وهيكون غدايا النهارده مع دودي فراخ مشوية محشية بالفريك بالطريقة السعودية بقى اللي على حق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع بقى للوصفة بتاعتنا. اول حاجة معايا هي ربع كوباية من الزيت، تقدري تستخدمي زبدة او سمنة براحتك. هنزل عليها بعلبة زبادي او الياغورت، وهحط مكان العلبة دي شوية مية دافيين، يعني ربع كوباية بالظبط. تمام. هجيب بقى كل الزبادي اللي فيها وهنزلهم عليها. بعد كده هجيب ربع كوباية من اللبن البودرة، تقدري طبعا تستغني عنه، بس انا عشان اطفال فانا عايزاه تبقى مغذية. وربع كوباية من السكر. تهيألي المكونات كده سهلة قوي، ربع كوباية من كل حاجة. هبتدي بقى ان انا اضربهم مع بعض كده. لازم السكر يدوب والزبادي كده يدخل في الزيت وتبقى ناعمة كده وطرية، عشان ده اللي هيخلي العجينة بتاعتي ناجحة. دلوقتي بقى هجيب المنخل بتاعي وهنزل عليها اول كوباية من الدقيق. انا هحط في الوصفة دي كوبايتين دقيق بس، ومش هزود مية، هي المكونات حلوة كده قوي. بعد كده هنزل عليها معلقة كبيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر المتوفر عندك حطيه. وهنزل بقى بالكوباية التانية من الدقيق. طبعا في نجاح اي معجنات او حلويات لازم تنخلوا الدقيق وتحطوا رشة ملح. تمام. هبتدي بقى ان انا اعجن بقى المكونات دي كلها في بعضها وادخل كده كله في بعضه. طبعا لو بتعجني لازم تقلعي اي حاجة في ايديكي، خاتم او انسيال او اي حاجة، عشان العجين بيدخل جواه. بعد كده اول ما المها وتفصل من الطبق، هنزلها على الرخامة وابتدي بقى اللي انا اعجن بقى واطلع كل طاقتي فيها. هبتدي اللي انا اعجنها 10 دقايق بالظبط. طلعي بقى اي حاجة تفتكريها طلعيها فيها. تمام. بعد كده هسيبها ترتاح. الخطوة دي مهمة قوي عشان العجين بتاعي يبقى كده هش كده، ولما اجي اعمله يبقى مورق وحلو. هبتدي بقى اللي انا اعينها دلوقتي واحطها بس كده نص ساعة واغطيها. مهمة قوي قوي قوي. طبعا احنا في الشتاء فعادي جدا انا هحطها على الرخامة زي ما هي. ده كده شكلها بعد نص ساعة. لو اتكيتي عليها كده صباعك يعلم فيها كده هي تمام. تمام اهو بالشكل ده. بعد كده هجيب حبة نشا والنشابة، ده بقى اللي هيفرد لي العجينة وهيخليها لي مورقة كده وجميلة. هبتدي بقى اللي انا امسك العجينة بتاعتي واعملها كده بطريقة طولية، وهجيب السكينة بتاعتي وهقسمها. طبعا عايزة تقسميها على 10 براحتك، انا حبيت ان الواحدة كده تكون مليانة يعني كويس، فانا هعملهم على 7. تمام. دي بقى يعني في اختيارك انتي واللي تحبيه. دلوقتي بقى هرجعهم للطبق تاني وهغطيهم عشان ما ينشفوش مني او الوش بتاعهم كده يشقق. وهمسك واحده واحده وهفردها. هبتدي طبعا ان انا احط على الرخامه نشا. طبعا الرخامه بتاعتي لازم تكون نضيفه جدا وغسلاها ما فيهاش اي حاجه ولا نقطه ميه حتى. هبتدي بقى ان انا افرد كده العجينه بتاعتي، بس لازم ان انا احط نشا عشان تخليها لي مورقه لما احطهم فوق بعض. هوريكم بقى دلوقتي الخطوات والطريقه.
ودي كده كل الكمية اللي انا عملتها. شكلها جميل قوي من قبل ما تتحمر كمان، والتوريق بتاعها باين. طبعا زي ما قلت لكم لازم نفرد بالنشا ونحط طبقة كده حلوة عشان هو اللي هيخليها لي مورقة. لازم نقفلها كويس قوي عشان ما تفتحش مننا لما نحمرها او نقليها. عندك حلين، ممكن تقليها في زيت يا اما تحطها في الفرن. انا هعملها في الزيت، بس اللي في الفرن لازم لها نفس كمية الزيت. تمام، بيتحط لها زيت كتير قوي، وكل شويه تفتحي عليها وتقعدي تقلبيها كده في الزيت. الزيت بتاعي لازم يكون سخن. نزلت فيه حته كده من العجينه، واول ما لقيتها كده بتطلع فقاقيع نزلت باول واحده من الحلوه بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا احط عليها كده زيت من فوق. طبعا الزيت بتاعي ما يكونش على نار عاليه، يعني وعلى وسط كده عشان ما تتحرقش من بره، ومن جوه تفضل عجين. تمام. هبتدي بقى، لان لازم الخطوه دي مهمه قوي، ان انت تنزلي واحده او اتنين مثلا في الطاسه بتاعتك. اتنين يعني تلاته بالكتير، تمام، عشان تحطي عليها الزيت وتبقي واقفه مهتميه بيها، ما تسيبيهاش يعني. تمام. دي كده اول ما اتحمرت. في بدايه تحميرها كده بتبقى واخده اللون الذهبي الجميل. وطبعا مش هنسى ان انا احط زيت على طول. هبتدي ان انا اقلبها، ممكن نزود بقى واحده كمان، وابتدي برضو ان انا احط عليها زيت كتير كتير كده عشان تتحمر معايا والتوريقه بتاعها تبان. في الوقت ده انا كان عندي شربات، كوبايه ميه على كوبايه سكر، واول ما خد غلوه نزلت عليهم بعصره ليمونه وحطيت الفانيليا. عايزاه شربات خفيف بتاع الحلويات العادي يعني. تمام. هبتدي بقى اللي انا اطلع الحلوه بتاعتي دي واحطها في الشربات على طول. ده كده منظرها بعد ما خلصت كل الكميه. بصوا، تحفه، هشه جدا ومقرمشه كمان، ما هيش طريه ولا حاجه، وقلبها من جوه حلو ومش عجين، لان طبعا اتعملت على يعني على نار هاديه. حطيتها بقى دلوقتي في الشربات وطلعتها كده في طبق التقديم. ممكن تحطي عليها بقى مكسرات براحتك، بس هي الشوكولاته هي اللي محلياها، ومخليه طعمها جميل قوي. اتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوا الوصفه، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك وتكتبوا لي تحت في الكومنتات رايكم فيها. اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد قريبا جدا. مع السلامه.